في أي جراحة لأورام الثدي الخبيثة أو لسرطان الثدي لازم نتعامل مع الغدد الليمفاوية اللي تحت الإبط. وفي الفيديو قبل كده اتكلمنا عن الغدد الليمفاوية الحارسة، وإن احنا بناخد عينة من الغدد من 3 ل 5 غدد عن طريق حقن صبغة زرقاء في الحالات اللي مفيش غدد ليمفاوية مصابة في تحت الإبط. يعني حالة فيها سرطان في الثدي وكان مبكر جدا، اكتشفناه في مرحلة بدري، فما كانش في أي غدد مصابة تحت الإبط، فبالتالي هناخد عينة فقط من الغدد 3 ل 5 غدد عن طريق الصبغة الزرقاء. طيب لو في غدد مصابة ايه اللي بنعمله؟ بنعمل حاجه اسمها استئصال للغدد الليمفاويه او تفريغ للغدد الليمفاويه اللي تحت الابط، ودي تقريبا بنشيل فيها حوالي من 10 ل 12 غده من الغدد الليمفاويه اللي موجوده. يعني مش بنعمل استئصال كامل لكل الغدد، لان في بيبقى جزء من الغدد ديت بياخد من الدراع مش بياخد من الثدي، فاحنا بناخد ليفل 1 وليفل 2 او المستوى الاول والمستوى الثاني من الغدد ديت، وده بيبقى بيجيب اكتر او بياخد اكتر من الثدي ومش من الدراع عشان ما يعملش اثار جانبيه على الدراع. الغدد ديت بنحللها وعلى حسب التحليل بنشوف كام غده فيهم مصابه، وبالتالي بنقدر نحدد اذا كان محتاجين اشعاع ومحتاجين كيماوي للحاله دي لو ما كانتش اخذت الكيماوي قبل الجراحه ولا لا. يعني استئصال الغدد الليمفاويه علاجي، وكمان بيحدد بقيه الخطه العلاجيه او بقيه الادويه او طرق العلاج اللي هناخدها في الحاله ديت. يعني ما ينفعش نعمل حاله سرطان من غير ما نفتح تحت الإبط وناخد من الغدد الليمفاويه، سواء كانت مصابه او مش مصابه. لو مصابه بناخد منها عينه او بنسميها الغدد الليمفاويه الحارسه، ولو مصابه بنعمل تفريغ كامل للغدد الليمفاويه المستوى الاول والثاني عشان نتاكد او نحافظ على جزء من الغدد يحافظ على سلامه الدراع. طيب بعد عمليه التفريغ بتاعه الغدد الليمفاويه، هل بيبقى في تعليمات للمريضه لازم تتبعها؟ بيبقى في تعليمات بتمشي عليها طول العمر، لان الغدد دي مش بتتجدد ومش بترجع، فبالتالي فقدنا وظيفه مهمه ليها اللي هي تفريغ الثدي وتفريغ الدراع من السوائل بصوره طبيعيه زي الناحيه الثانيه. فلازم نحافظ على الدراع دوت او على الناحيه اللي فيها العمليه دي زياده شويه. ازاي؟ اول حاجه بيبقى ممنوع ان احنا ناخد حقن ادويه في الدراع اللي ناحيه العمليه، او نسحب عينات دم، او نركب كانولا وناخد فيها محاليل. الثلاث حاجات دول ممنوعين تماما. اما قياس الضغط ممكن ينفع وممكن لا، يفضل انه لا، بس لو اضطرينا ممكن مسموح بيه. العمليات بتاعه تفريغ الغدد الليمفاويه اللي بقى لازم مركبين فيها درنقه. الدرنقه دي بتبقى تحت ضغط عشان تشفط اي سوائل زياده متجمعه، لان المنطقه دي بتبقى دهنيه وبتجمع سوائل كتير فتره طويله، فلو عملنا العمليه من غير درنقه هيجمع مكانها ميه ونضطر ان احنا نشفط، وممكن الميه ديت تقلب بخراج او بصديد. فمش مستحب ان احنا نعمل العمليه دي الا بتركيب درنقه، والدرنقه بتاخد لها اسبوعين او 3 ماكسيمم، وبعد كده بتتشال. وبنحافظ على الدراع بالتعليمات اللي قلناها، زائد ان بيبقى فيه علاج طبيعي، جلسات علاج طبيعي عند حد متخصص لجلسات العلاج الطبيعي لاستئصال الغدد الليمفاويه لاورام الثدي، وتمرينات المريضه بتعملها في بيتها. الدكتور بنعرفها لها ازاي بتحرك دراعها بطريقه دائريه، وبترفع الكوع ايديها لحد فوق لحد راسها عشان تبتدي تمنع وجود تليفات او تمنع تكوين التليفات تحت الابط. فدي ممكن تتسبب فيما بعد في تيبس او في تليفات تحت الابط وتمنع الحركه او تتقل الحركه وتخلي ميه تتجمع في الدراع فالدراع يتقل وتمنع الحركه. نسب الاثار الجانبيه بعد استئصال الغدد الليمفاويه لا تتعدى 2.5 ل 3%. ولو المريضه حافظت على دراعها وحافظت على التمرينات وحافظت على التعليمات اللي احنا بنقولها لها، الدنيا بتعدي في نسبه كبيره جدا من الحالات وما بنشوفش الاثار الجانبيه لاستئصال الغدد الليمفاويه. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. يا رب اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن سرطان الثدي.